حكيمي بالون دور. الله 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 حكيمي بالون دور. حكيمي بالون دور. حكيمي بالون. هاشتاغ حكيمي بالون دور اوصلنا العالميه، وحاليا كتعتبر هاشتاغ حكيمي بالون دور ثالث اكثر هاشتاغ انتشارا في العالم. يعني صوت المغاربه اوصل بقوه، ولكن الجماهير الفرنسيه اللي حقد على المغاربه قالت لك لا سيدي. في وسط مباراه النهائي بي جي ضد توتنهام الجماهير كامله كتهتف ديمبيلي بالون دور، وملي اشرف حكيمي جا الدور ديالو باش يهوز كاس السوبر ويحتفل به ضربوا له كلشي في الزيرو، وكلشي بدا كيهتف ديمبيلي بالون دور. هادشي اللي خلى حكيمي يتاثر ديال بصح، حيت شاف راسو ضرب تماره ديال بصح وتقاتل هاد العام واحد القتاليه والله ما يديرها شي لاعب عادي، ولكن الجماهير في الاخر ما اعترفتش به. والجماهير الفرنسيه ديما كدير هيدا النجوم كما دارت شحال هادي مع ليونيل ميسي. عندك اسطوره كيلعب معك في الفريق خاصك تكبر به وتعلي به، جابكم البالون دور بدون اي مجهود. ميسي في 2021 ملي خد الكره الذهبيه وجا احتفل بها امام الجماهير الفرنسيه، وتعتبرت الكره الذهبيه لبي جي حيت اللاعب ديالها كيلعب في بي جي، اول لاعب من بي جي كيجيب الكره الذهبيه لفرنسا. ولكن في اخر المطاف الجماهير الفرنسيه ما عقلتش على ليونيل ميسي وما عقلتش على نيمار وراموس، يعني الجماهير الفرنسيه ما كتعطيش قيمه النجوم. هادشي اللي شفناه مع اشرف حكيمي اللي تقاتل ديال بصح وفي الاخر تخمعوا وتقول له ديمبيلي بالون دور. والمشكل ان الجماهير كتقصد اشرف حكيمي في هذه اللقطه، يعني اشرف حكيمي ما عليه غير المغادره. وشوفوا معايا تقرير من الذكاء الاصطناعي شنو كيقول على اشرف حكيمي. تعرف لماذا أدار حكيمي رأسه عندما هتف الجمهور ديمبيلي الكرة الذهبية؟ ما ستسمعه سيصدمك. المباراة انتهت والجماهير تصفق وتغني باسم عثمان ديمبيلي، الكاميرات كلها موجهة نحوه، لكن حكيمي ينظر في اتجاه آخر، لم يبتسم، لم يصفق، ولم يظهر أي رد فعل. البعض ظن أنه لم صراحه حكيمي ما يستاهلش هادشي وما يستاهلش نادي بي جي يلعب فيه. خاصو ريال مدريد، ليفربول، مان سيتي، شي نادي يعطي له قيمه، ماشي الجماهير في وسط النادي كدير عليه عنصريه. لا العنصريه لحكيمي مع الهتافات، لكن الحقيقة أعمق بكثير. وفقا لبعض المشجعين حكيمي كان يعتقد أنه هو من حمل المباراة على كتفيه، وأنه لولا مجهوده لما تألق عثمان. بالنسبة له سماع صراحه لولا مجهود حكيمي لما كانش جاء هدف التعادل في الدقيقه 95، وحكيمي هو اللي عطى الكره نديمبيلي باش عطى اسيست راموس باش تمرك الهدف. ولكن فرانسيس هما هذا من الخنز. الكرة الذهبية لصديقه كان أشبه بلكمة في القلب. إدارته لرأسه لم تكن عن لا مبالاة، بل صراحه هو ملي سمع ان الجماهير كتهتف ديمبيلي عمل هيدا دور راسو. علاش؟ حيت شاف العنصريه، شاف الحقره. كانت رسالة صامتة: أنا هنا، لا تنسوا اسمي. منذ ذلك الحين انتشر المقطع على مواقع التواصل وأثار انقساما حادا بين الجماهير. والسؤال الآن: هل كان تصرف حكيمي غيره؟ أم أنه شعور طبيعي للاعب يظن أن مجهوده لم يقدر؟ الجواب قد لا نعرفه أبدا، لكن ما نعرفه هو أن القصة لم تنتهي بعد. الجواب هو ان حكيمي خاصو هو اللي ياخذ بالون دور، واذا ما خداش البالون دور صافي ديكاش ما يبقاش مع بي جي، حيتاش في اعز ايامه ما كبرتش فيه. عاسم اللي يجي له شي اصابه ولا شي عام ما يكونش بالعطاء ديالو، يعني ما يعطيش شي عام، ما يعقلوش عليه مره، والله ما يعقلوا عليه. شوف انا كتعجبني الصحافه ديال المغرب، الصحافه المغرب كتعجبني ديما كتكبر ولاد بلادها. الصحافه ديال المغرب فوق الراس، خصوصا اللاعبين المعتزلين. المهم المغاربه واقفوا مع اشرف حكيمي ديال بصح، خصوصا بالهاشتاغ. وما تنساوش دابا انت كتفرج دابا دير هاشتاغ اشرف حكيمي بالون دور باش نعرفك كاين وحاضر. وما تنساش تهبط تصوت عليه، درت لكم واحد الرابط مباشر باش تدخل تصوت عليه، رابط كاين في التعليقات. حكيمي ياخذ لي بالون دور من الاخر، غتقول لي احسن لاعب. الا ما داش العام ما كدوش على بالون دور دافريكا. والله كذا ما داش هذا العام، لا بجوجهم خاصهم يديو بالون دور حكيمي بجوجهم صراحه. خصو يدير الافريقيه ود العالم، حتى شي لاعب ما في العالم ما عمل بحال حكيمي راه رجع الهيبه ديال المدافعين. بالون دور حتى هو حكيمي كتيقوا في اللعاب ديالنا، وراه من احسن اللعاب في الدنيا دابا حكيمي صراحه. دابا انا كنقول على راسنا دابا معنا، والدري ما تيريحش تبارك الله ما شاء الله. الله يحجبوا لينا والله يخليه لينا. 5 على عين الحسد اخاي، 5 على عين الحسد اخاي. يا ربي يخليه هنا، يا ربي يخلينا فوق راسنا، حيت مشرف بينا صراحه، مدافع ومطلع بالبلاد. الدري ما تيريحش المنتخب لا والويس اللي كيقال في فوتبول قال لك تنبغي نريح وباش يرتاح تقول لي لا بغا نلعب. لعبتي في مدريد، لعبتي في الانتر، لعبتي في باري، لعبتي في دورتموند، فين ما مشى تيخلي البصمه ديالو. ماركا تلعب في الشامبيونز ليغ. الا كتعجبني وشداه راه هي ما يديهاش هذا العام. حكيمي بالون دور هذا العام. عطيني العام غتقول لي يا مال ما شفناش هذه شهرين.
صافي يامال من دومي فينال ديال الشامبيونز ليغ مع الانتر صافي ما شفناهش. يامال ما خصوش يترشح اصلا، ما خصوش يترشح هنا الكره. حتى العالمي ماجي اذا دار شي حاجه وتاهل للفينال الشامبيون يقدر يعطيو الكره الذهبيه. ما دام انت في السيمي وما عملتي والو يعني هانيه ثم هانيه. ديمبيلي ما دار والو، ماركا 11 هدف في موسم، 15 هدف في موسم كامل، لا 15 هدف في موسم كامل له ماركا. يعني ماذا تنتظر من هذا اللاعب يدي كرة الذهبية؟ إذا داها يعني كرة الذهبية ما بقاتش عندها القيمة كما قالها كريستيانو شحال هادي، قال لك كرة وهمية، وهذا العام غادي نعرفوا واش كرة وهمية ولا لا. هذا العام غنعرفوها. موراها مشى ربح دومي فينال، مشى ربح فينال ديال الشامبيونز ليغ، ماركا في الفينال، هو دابا كيلعب كاس العالم ماركا في السيمي فينال والفينال. الانديه، ماركا مع المنتخب، مشى لكاس العالم للانديه، ماركا مع باري. واش بغيتي؟ بغينا غير كاس افريقيا حنا دابا، ماركا وعمل مع فرنسا وعمل مع PSG، بغينا غير. وشوفوا معايا عصام الشوالي في وسط المباراة شنو كيقول لأشرف حكيمي، حقرة والله. أشرف حكيمي أكيد سيكون بالون دور، وهنا نتكلم على كرة الذهب الخاصة بالمام أفريكا. أما كرة حقود والله، حتى هذا حقود. قال لك أشرف حكيمي يستاهل الكرة الذهبية، يعني فرحنا. قال لك ولكن ماما أفريقيا حقد. الذهب الأوروبية في الأرجح ستكون باريسية. شحال هادي كنا كنعانيو مع عصام الدراجي والانتقادات ديالو، دابا عصام الدراجي وقف ونضنا هاد الشوالي كنا كنحترموه، كنا عندنا فوق هاد القبعة، ولكن فتح سمعنا. وملي جيت المغرب هاد العام كاس افريقيا ما غاديش نكبروا بك وما غاديش نرحبوا بك، غادي نرحبوا معلقين كبار ماشي بحالك رجعتي صغير. ايه يا عمي ديمبلي إن حقق تاج آخر اليوم وهو لقب السوبر. سيكون الصراع مفتوح بين ديمبلي وبين لامين يامال. ديمبلي ولامين يامال. حكيمي يا راس الطرو، حكيمي كنتي معلق في القلب وفوق الراس، ولكن دابا طيحتي معانا بحالك بحال عصام الطراجي. شوفوا معايا الصحافة الخليجيين اللي بعادين علينا بكيلومترات والاف كيلومترات. اذا ما فاز، لان هذه الجائزه جائزه مسيسه وعنصريه. لكن انا اقول لاشرف حكيمي، انت وصلت لمرحله ما تقل عن كريستيانو رونالدو بالنسبه لنا، ما تقل عن ميسي. اللي كيكبر بالعرب ديالهم الاماراتيين كيكبروا اشرف حكيمي، كيقول لك انت كتقارن مع ميسي رونالدو، انت اسطوره، واخا ما ديش بالون دور احنا كنعتبروك ديسيها. بالنسبه لنا نتمنى استمرارك وانك تخدم وطنك والمغرب في الاستحقاقات القادمه، وان شاء الله اذا فاز بنحتفل، واذا ما فاز لان هذه الجائزه جائزه مسيسه وعنصريه، ما يختارون اللاعب العربي دائما ويختارون اللعيبه اللي لهم اجندات معاهم. انا ما راح ادش في تفاصيل البلندور، لكن اقول لك اياها الامور واضحه. بالنسبه لي انا اشرف حكيمي اكبر من البلندور. شفت الناس اللي كتكبر بالعروبه ديالهم، ماشي بحال عصام الدراجي. كنت غنقول عصام الشوالي، قلت عصام الدراجي حيت شرجح بحال الدراجي. صراحه عصام الشوالي بقيتيش يعجز صراحه. شو معلقين اللي كيكبروا بالرجال، اولاد الرجال، تحياتي. المهم اخوتي اللي كمل معايا الفيديو حتى الاخر يدير حكيمي بالون دور وديما مغرب باش نعرفوا انه كمل حتى الاخر، وما نساش يدخل يصوت. الرابط عندكم في اول تعليق وفي الوصف.